اللي ما يعرفون يقول لك الإمام زين العابدين شكو عنده شاغل روحه بس بالدعاء، ما عنده قاعد لي بس هالكثر يدعو. ومنو قال لك أن دعاء الإمام زين العابدين كان دعاء؟ هو ترى تتأمل شوية بأدعية الإمام زين العابدين تلقاها ثروة فكرية واجه بها الإمام مد الحادي في أيامه من ألعن أنواع المد، كثرة الترجمة ودخلت عناصر مختلفة في الإسلام، المسلمين انفتحوا على العوالم، صار عندهم رقي اقتصادي، اجتهم أفكار وافدة. وقف الإمام الشملي كان ذاك الإمام ما عنده وسائل ينشر بها العلم، الوسائل كلها بيد الدولة وهو ما يملك شيء، وقف عن هذا الطريق، عن طريق الأدعية. انت إذا تتعمل الأدعية، إذا شوية تنظر بنظرة فاحصة للصحيفة السجادية، مو تلقى أدعية، لا تلقى كنوز من العلوم بالواقع. أنا يا إلهي عبدك الذي أمرته بالدعاء فقال لبيك وسعدا.